فرقة بين المصريين بعضهم البعض، لكن بالفعل لو تم الاتفاق على توحيد تطبيق القانون الخاص بإقامة دور العبادة هيكون ليه تأثير أعمق وأكثر في نفوس المصريين على حد سواء. طيب أنا عايزة أعرف برضو وجهة نظر حضرتك في الرؤية الغربية لهذه الزيارة. يعني الرئيس السيسي كان لسه في الكويت ورجع وراح امبارح فترة بسيطة جدا قدم فيها التهنئة بنفسه. تفتكر حضرتك والدول الغربية بتتابع هتقول ايه وتقيم ازاي؟ هقول لك حاجة، انا يعني اعرف اتوقع، انا اعتقد ان الغرب لن يذكر هذه الزيارة في اي وسيلة من وسائل الاعلام. وشارك حضرتك نفس التوقع. ما تخدعيش، هم لا يريدون لمصر ان تظهر في صورتها الحقيقية. وانا يعني راجعوا كده، انتوا عندكم اجهزتكم، راجعوا كده شوفوا بكرة وسائل الاعلام في امريكا، النيويورك تايمز والواشنطن بوست، الجرايد دي اللي اعتادت انها تشتمنا وتهاجمنا وتهاجمنا لاننا بنضطهد لقباط وتهاجمنا، راجعوا وشوفوا جابت سيرتها ولا ما جابتش سيرتها. اعتقد انها مش هتجيب سيرتها. انا مش متنبئ، لكن انا راجل سياسي واعرف انهم يكرهوننا وانهم لا يريدون لنا ان نبدو في اعين الشعوب على حقيقتنا الحضارية التسامح. يعني بالنسبة لهم مش عايزين يصدروا صورة التسامح اطلاقا، اللي اسماه الشيخ محمد عبده الاسلام الصحيح.